تخيل معايا بلد نصها غابات والنص التاني شواطئ، وسكانها أكتر من 215 مليون بني آدم. دي البرازيل، أكبر دولة في أمريكا الجنوبية، ومساحتها 8 مليون و500 ألف كيلومتر مربع، يعني أكبر من قارة أوروبا كلها. البرازيل اتولدت سنة 1500 لما البرتغاليين وصلوا هناك، ومن ساعتها البلد عاشت في استعمار وانقلابات وجمهوريات. بس في النهاية استقلت سنة 1822، وبدأت تبني هوية خاصة بيها. والهوية اتجمعت في 3 حاجات بس: الكورة والسامبا والكرنفالات. لو نزلت ريو دي جونيور هتلاقي نفسك واقف قدام تمثال المسيح الفادي، باصص على شواطئ كوبا كابانا اللي بتتملي ملايين من السياح كل سنة. لو ركبت طيارة لساو باولو هتلاقي نفسك في مدينة أكبر من نص دول العالم، ناطحات سحاب وزحمة عربيات تخليك تحس إنك في منظر رهيب. لو عايز ألوان وبهجة تروح لسلفادور، وهناك الموسيقى والإيقاع الأفريقي مليانين الشوارع. لكن مش كل البرازيل جنة، البلد فيها واحدة من أعلى معدلات الجريمة في العالم. ريو نفسها اللي بيشوفوها السياح مدينة الأحلام فيها مناطق يمكن رهيبة ومليئة بالعصابات وبتجار المخدرات وكده. يعني خليك صريح وانت بتتجول فيها. أما عن البرازيليات بقى فالبلد دي واخد لقب الأكثر جاذبية، مش في الكرنفالات بس، لأ، البلد فيها أكتر من مليون مهرجان، والحالة هناك زي الجنون. ملايين من الناس بتنزل الشارع وبترقص وبتغني بلبس ملون، الكل بيشارك إذا كان غني أو فقير. وعندهم عادة غريبة في رأس السنة، بيلبسوا أبيض وبيرموا ورد على البحر عشان السنة الجديدة تيجي عليهم بالخير يعني. وفي الآخر البرازيل بلد مليانة تناقضات، جمال طبيعي بيخليك تحس إنك في الجنة، وفي نفس الوقت خطر يخليك تاخد بالك لكن اللي بيزوروا البرازيل مستحيل ينساها، لأنها مش مجرد بلد، دي تجربة كاملة وتجربة مختلفة. يا رب يكون عجبك الفيديو. سلام عليكم.